نعم نعم. مشي ما الأخ. ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال إنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرم، وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. بارك الله فيك. ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. اتفضلي اتفضلي يا أختي. لو سمحت. نعم. احنا الخميس والاربعين لما حد بيتوفى هذه بدعة. بدعة؟ نعم. طيب انا لما بروح ازور والدتي في التربة، يعني انا لما اسافر البلد بروح ازورها، عليا ذنب؟ بروح اقعد معاها ساعات بالساعة والاثنين. ماذا تصنعين هنالك؟ ولا حاجة، بقعد اقرا في الصور الصغيرة بتاعت القرآن. على كل حال إذا ذهبت لزيارة قبر أمك أكثري من الدعاء لها، هذا الذي يفعله الزائر للقبور. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما هذه الإطالة هنالك وتلاوة القرآن، فتلاوة القرآن عند القبور لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أكثري من الدعاء لها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا يا شيخ عندي سؤالين. سل. ما هو حكم الزوجة التي تؤذي زوجها؟ وأرجو منك صالح الدعاء لأولادي وزوجتي. الأخير ما وعيته، أما الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام نسأله. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنته: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: قاتلك